السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد يا جماعة من قناة محمية طيور مصرية وفيديو جديد كالعادة. أخبار سوق السيدة عائشة النهاردة وإيه اللي حصل وإيه اللي كان بيتلم وإيه الأسعار. طبعا عشان ما نطولش في الفيديو ونطول في المقدمة وما نقولش أسعار الطيور كلها، ولكن نحب نعرف الناس إن الروز اللاتيني والكوكتيل اللاتيني دول كان أكتر حاجة النهاردة كانوا بيتلموا، وكان عليهم سحب من التجار. وباقي الكوكتيلات ما كانش عليها لم قد كده، والاسترالي ما كانش عليه لم قد كده. ده سبب تصفية الناس كتير، وناس كتير بتصفي بكميات كبيرة، فده اللي بيؤدي إلى هبوط في الأسعار. هبوط طبعا، هبوط حاد بيؤدي في الأسعار يعني بشكل غريب. الأسعار عمالة تنزل بشكل غريب جدا، وبقاش اللم على الأسترالي قد كده ولا حتى على الكوكتيلات قد كده، لأن كان في طلبية على الكوكتيل، والنهاردة الكوكتيل اللاتيني بس اللي بيتلم، والكوكتيلات التانية معلهاش لم قد كده. عشان كده التاجر بينزل في السعر. يعني كوكتيل الحبش النهاردة كان من 200 ل 220 كحد أقصى. تمام. والرز اللاتيني النهارده كان بيتلم من 400 420 جنيه، والكوكتيل برضو مازال من 450 475 لحد 500 جنيه كحد اقصى. ده التاجر ما بيعلاش عن 500 جنيه، بيبدأ لك من 450 على حسب بقى، تقعد تفاصل معاه وتنهد معاه وتوجع قلبك معاه عشان خاطر 30 جنيه ولا 20 جنيه ولا 40 جنيه تزودهم في الجوز. ولكن هما بيمسكوا الاسعار عشان خاطر عارفين ان الناس بتصفي، والناس بتصفي بكمية كبيرة. تمام. وده اللي انا قلته الفتره اللي فاتت في الفيديوهات اللي فاتت، ان احنا ما نديش للتجار حاجه. لو هنسلم تداول او هنسلم محلات فده هيكون افضل للمربي في الفتره حتى اللي بعد كده، سواء في التربيه بعد كده. اما دلوقتي عشان تدي التاجر، التاجر هو المستفاد، وكده بيبدا ان هو يجمع طلبياته بالاسعار اللي هو عايزها، سواء مطلوب منه 100 جوز او 200 جوز، بيبدا ان هو يلمهم من خلال التصفية ديت. ولكن برضو التجار بتاعة الحبوب هي السبب في اللي احنا فيه دلوقتي، هي اللي عملت كده. هي لو قعد سعر طيورنا، طبعا هم رفعوا الحبوب، مع ان طبعا في حبوب كتير زادت، ولكن الاسعار دي على الكل. ولكن حبوب الطيور الزينة ما زادتش قوي، او هم مثلا ما استوردوش حاجة غير الفلارس من بره. ولكن سعر البلكم اللي بيزرع في مصر يرفع بالسعر ده 50 جنيه، يعني من 45 او 47 جنيه في السوق. يعني في المحلات بره تداول هتلاقي في المحلات ب50 جنيه. ده سعر البلكم. ده برضه ترجع للتجار بتوعنا، ان هم اللي بيعملوا كده في الهواه. دلوقتي انت هتخلي الهواء تصفي، يعني انت دلوقتي هتخلي الهواء تصفي، التاجر هيبدأ ان هو يصدر، بعد كده مش هيلاقي طيور يصدرها. مش هتلاقي انت اصلا حد تبيع له حبوب. يعني الطيور هي اللي بترفع سعر الحبوب علينا. الناس بدأت تصفي، ناس كتير نيك كتير. يعني ممكن في ناس عندها بالمية جوز كوكتيل والمية جوز استرالي بيصفوا مزارع، يعني تعتبر دي مزارع، مش بيصفوها كلها. اصبح دلوقتي التاجر اللي هو بيبيع حبوب هيبيع لمين؟ طبعا الحبوب هتفضل سعرها ثابت زي ما هي، وزي ما قلنا ان هي هتفضل في السعر ده. ولكن التصفيه هي اللي بتعمل كده في السوق. تصفيه الطيور هي اللي بتعمل كده في السوق. زي ما قلنا يا ريت نتمسك بالطيور، لان كل جمعه الدنيا بتسوق اكتر من الاول. يعني كل جمعه الدنيا عماله تسوق اكتر من الاول، ولكن الطيور دلوقتي موجوده، وما كانش فيه لم على الرمبهات. تمام. يعني الا يعني كام تاجر او تاجر او اتنين اللي كانوا بيلموا الرمبوهات. يعني قليل على اللم كان عليهم، ما كانش في لم على الاسترالي خالص خالص. تمام. كان اللم على الروز اللاتيني وعلى الكوكتيل اللاتيني، الاتنين دول بالاخص. ولكن حتى كمان سعرهم مش في العال. يعني السعر كان بيتلم ب 400 جنيه و420 جنيه اللاتيني، الروز اللاتيني. ودي برضو اسعار يا ريت نتمسك ونرفع اسعارنا، عشان خاطر دلوقتي التربيه دلوقتي إيه اللي هيربي في بالنسبه ليه اللي هو حابب الهوايه، او ان هو حابب مجال الهوايه، ان هو عنده الماده ان هو يقدر يصرف على اي نوع سواء من الطيور اللي هو بيربي لمزاجه. ده اللي هيستمر في التربيه. ولكن كمان هيبدأ ان هو يصفي الانواع الرخيصة، هيجيب انواع غالية بحيث ان هو يقدر لما يبيع الطير بتاعها يقدر ان هو يصرف عليها من خلال التربية. ده اللي قلناه في الفيديو اللي فات، ان الناس بدأت تصفي الاسترالي وتجيب طفرات تانية عالية. فده اللي بيوقع السوق، ده اللي هيوقع جميع الانواع في مصر، وده اللي هيبوظ الهواية في مصر الفترة اللي جاية. يا ريت نتمسك بالطيور بتاعتنا حتى في البياعة، ما نبيعش لأي، يعني التجار بالذات بلاش ان احنا نبيع لهم بالنسبة للم. ده افضل، لان الفتره اللي جايه هيبدا التاجر هيلم كل الطور اللي هو عايزها من خلال التصفيه، وباسعار اللي هو هيقدر يتحكم فيها. انت اللي هتحدد السعر اللي انت هتبيع بيه، سواء ان كنت هتبيع تداول او ان كنت هتبيع لم. لو هتبيع لم يا ريت ان انت تتمسك بطيورك، لان كده كده التاجر محتاجها. يعني هو التاجر محتاج الطيور،
وانت اللي بتتسرع، وانت اللي يعني انت اللي بتتعب في التربية وبتشتري الحبوب وبتشتري جميع الاكل للطيور. فده اللي بيخلي ان دلوقتي انت في سحب، حتى في سحب على الحبوب، يعني في سحب على الحبوب بيخلي التجار يعني بقت جشعة في رفع الاسعار بتاعة الحبوب. ولكن برضو ترجع للمربي، المربي هو اللي يقدر يحدد، زي ما قلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. ولكن برضو الناس ما زالت برضو بتصفي، وبرضو مش عارفين نوصل لحل من خلال الموضوع ده وخلال رفع الأسعار.